ولاد حومتي في الحومة نشربوا. احنا قاعدين وجدت كربت الحاكم. شفت انا كربت الحاكم هربت، نقزت في دار بديت نسمع في الكرتوش وغاز شوية خرجت مولات الدار عيطت، شافتني عيطت بجو هزوني طلعوني في ديسونسي سيفيل وهزوني مركز العدلية نتاع سيدي بوزيد. شوية دخل بوليس انا قاعد وهو جبد عليا سلاح، حط لي سلاح لهنا في راسي قال لي انت جبد على الزميل كلاش وهربت. دخلوني البيت فيها 13 نعون، دخلوني نلقى كلاشنكوف. قلت لهم يا اخي شنو هذا؟ قال لي بوليس هذا شديته عندك في القشبية محجوز نتاعك. ضربوني كل العوام، الضرب كل تضربته انا من الفلقة اللي تصوروا في راسك كان واحد ضرب كل تضربته. بعد من طلبوا لي الجورجين، حكيت لهم معناها كيفاش هربت انا وانا ما عندي حتى صلة بالارهاب جملة. شو جابوا عباد شافوا معناها الشخص هذايا، شافوا العباد قالوا لا مش هذايا راه واحد قبري. النهار الثاني عاودوا يهزوني للجورجاني فهمت. جابوا لي بوليس قالوا لي مكافحة، حطوني انا واربعة سلفية معايا، 4 بالحيهم كان انا ما عنديش لحية. جا البوليس قال لي راك انت هو اللي جبت عليه الكلاش وضربني غلط. قعدت 6 ايام موقف في بوشوشة. من بعد تعديت الحكم تحقيق. قال لي ولدي راه مش نعطيك بطاقة ايداع لمدة 6 شهور سجن، تحضر البصمات تاع المحجوز، يحضر معناها يطلع مش بتاعك تروح. عديت 6 شهور حضروا البصمات اللي هما طلعوا مش بتاعي معناها المحجوز ما فيش حتى بصمة. عاود مدد لي ب4 شهور اخرين، بقيت في الحبس معناها 10 شهور، زيد نعاود نطلع تحقيق زيد يمدد لي ب4 شهور. وصلت للعام وشهرين طلعت مكافحة معناها كانوا معايا ذوم اللي عاملين القضية هاربين وشدوهم. سألهم السيد حاكم التحقيق قال لهم يا اخي هذايا معاكم معناها ليلة اللي صارت الحكاية؟ قالوا له لا. رجعت للبيت بعثوا لي عدم سماع الدعوة، وانا اصلا مش فاهم كيفاش جت الرابطية هذه ومش فاهم حتى شيء لتو. كنت نخدم في ببلينات معناها نكون في مستقبلي وحدي ما حاجتي بحتى حاجة. كي صارت لي الحكاية ذي متاع الارهاب خرجت من الحبس نلقى روحي ما عندي حتى شيء وما نخمم في حتى شيء في نفس الوقت، ما عنديش حتى حاجة بيا باش نخمم فيها خاطر كرهت كل شيء فهمت. دمرت حياتي ودمرت عائلتي ودارنا والعباد تحكي عليا في الحومة ارهابي وياسر حاجات صارت لي خير.